بعد المدح في النبي الزين تاج العاقب سلامي كلامي على ناس زانين زعيم الهلايل سلام ابو زيد لما قام من النوم كان نعسان وهاني له المنام الا حلم حلمه في تلك الليله زي ما تقول الحلمه قلقت النوم بتاعه. صبح الصبح قام من النوم اهو المولى يلطف بحاله حلم حلمه الحلوة عالقم ندى على عبد قمصان قال له تعالى يا عبد قمصان انا اللي هنالي زماني يا عبد اطلع لقدام من اسطبل هاتلي حصاني. هات السلاح يا واد هات السيف وهات الكحيل بتاعي وحجبي وكتبي وعدة قتالي. قوم العبد اتوهل من ابو زيد قال له ما القاصد على فين اجيب لك كحيلك قصد فين انا عبد حافظ مقامك طلبك يا سيدي على العين اما انا اقول على بكنا. قال له سيبني يا عبد سيبني متضايق قوي. قال له ايه اللي مضايقك يا حبيبي؟ قال له حلمت حلم ده بالليل ده ابو زيد هيقول للعبد قمصان حلمت حلم ده بالليل خايف ادوق الندم نزلوا المدينة اسادين عيقولوا فين سلامي. قال له كويس. قال له نزلوا لهم يومين ده ابو زيد هيقول قمصان ايوه نزلوا لهم يومين عما يبكوا الدمع سايل عيناموا جوا البساتين عاوزين زعيم الهلايل ومش فاهم دول منين مش فاهم دول منين نزلت مدامع عيوني اخاف يكونوا عدوين جايين يا اخي يقتلوني. خايف يكونوا دول اعداء حمول البلا مش خفيفة وانا ابغيت ده في غلب اعداء خايف يكون بعتهم خليفة. قم في الكلمة دي العبد قال له طيب انت خلي عنك انت يا زعيم وانا انزل المدينة شمال ويمين واشوف دولة منين اللي كانوا محبين اجيبهم اللي كانوا عدوين اجي اقول لك. قال له لا غلط يا ولد هم جاييني انا مش جايينك انت جاييني انا جايين عاوزين الاسد
اقول كلمتي واللي فيه طبعا اللي يوقع السد وساعة البلا سد فيه جبل الكحيلة عطها لي وعلى يد مسك اليماني وموزون ابو زيد عليه والدي يوم يعيش يوماني قام ابو زيد لما طب في النجع المولى يلطف بعلي عيبص ويفتش السبع يعني يمين وشمالي ساب البلد قمع البساتين طبعا البلد ملقيش فيها حاجة البلد قاعد يفتش فيها ابو زيد ملقيتش فيها اتنين دول ساب المدينة وطلع على الجناين ساب البلد وقمع البساتين ساب البلد وقمع البساتين عقله اختلط بالجناين هنا ابو زيد عايقين بالعين القهم واقفين خشم الجناين اللي هو حلمهم بالليل شافهم سلامه في الصباح القيهم واقفين كده لا معاهم سلاح ولا اي حاجه تدافع عليهم اسمعهم ابو زيد هيقولوا ايه يا حبيبي احنا لينا يومين واليوم ابيض هلالي ومنينا ما غفلة العين امال فين سلام اللالي عليكم وده كم الحصان ابو زيد عليهم وده كم الحصان ومن بعد عينه عليهم سلام عليكم يا اخوان نازل وسلم عليهم قالوا امال اخوانا منين بعد ما سلم عليهم طبعا الزعيم ابو زيد عاوز يسألهم قالوا امال اخوانا منين عم تبكوا والدمع سايل هل انتوا تقصدوا مين عاوزين مين في النجع الهلايل عاوزين مين يا اخوان انتوا في بني هلال عاوزين مين انتوا طبعا ابو زيد اللي هيقول كده بصوا عليه لقيوها اسود وعلى وجهه بين الندامة يحسبوه ده عبد اسود من ضمن عابد سلامي لما ابو زيد بصوا عليه لقيوه اسود جوه كده قال ادي العبد اللي هيندم لنا سيده وهو كله ابو زيد اللي هيسالوه ده قم تقدموا اتنين وقالوا ايه السلامة انت مش عبد يا ديك على انت ضحك ابو زيد قال هل انت مش خدام هل انت مش تبقى خدام عامل سبع سيفك على يدك امشي ماليكش كلام عاوزين ابو زيد سيدك قال عاوزين مين قال عاوزين سيد القبيله عاوزين الهلال السلامي قال انا معاكم ما انفعش قالوا طبعا غلط عليك
مش عيب يا عبد خدام عامل سبع سيفك على يدك انت خدام في بني هلال السد كان سيدك قال انا عبد عنده انا عبد هو كده السيد مؤدب وحافظ نظامه اذا غاب هو انا السد والطلب اجيبه مكانه معلش انا العبد بتاع ابو زيد واللي عاوزينه اجيبه اني انما هو كل ابو زيد اللي هتكلمهم ده هم جايين عاوزين ابو زيد لا شافوه اسود ولا ابيض الله يسمعوا بالصيت لا والله فيهم واحد من الاتنين دول وقام على ابو زيد بكفين ملاح قالوا له اسود يا جنود انت طب امشي امشي مش عيب السد ده كان ابو زيد وموهوم جاوب شبابك اوعى تاني توقف ولا تزيد انشن بيده اللي جابك ضحك ابو زيد قال على العموم انا اللي غلطان على العموم انا اللي غلطان وتاج العواقب سلامي اتفضلوا بنا يا اخوان اوديكم ادوان سلامي قوم التاني قال له كده امشي قدامنا عليه امشي كله ابو زيد موسع باله عاوزهم يشوفوا يوصلوا لايه خدهم سلامهم الاتنين خدهم سلامهم الاتنين ماشي وعدلك ديوان قال خدنا لنا قلمين عيب الضيف يتهاني في مكانه وبيهم لما دخل الدواوين تاج العواقب سلامي كانت قاعدة في دوانه 90 وقفت لما وصل سلامي اول ما وصل ابو زيد قوم 90 كلها وقفت على الاقدام فسلمت الضيوف وجلسوا الضيوف وابو زيد زي ما تقول قاعد واقف 90 قاعده واقفه 90 قاعده واقفه هنا حصل التشابه مع الضيوف الاثنين دول قالوا قل لي قال له نعم قال له احنا مش سلمنا وقعدنا قال لا قالوا امال الناس دي واقفه ليه يا دي كن مش عبد ده يا عزيز يا دي كن مش خدام ده لما جلس ابو زيد فال90 جلس قال له ما قلت لا انت كله لك حل معاك يبقى عبد قال له امال يعني يطلع ايدي قال له باين عليه الزعيم قال له لا فهمته انا دي قال له مين وطي حسك ليسمعني قال له باين عليه شيخ العبيد يعني قال وظفوه جلس سلامة ونادم يا خدام قال بعد علينا البلاوي يا عبد اطلع لقدام للضيوف هاتوا القهاوي لا والله لما فهموا ده ابو زيد فهموا لانه سلام الهلالي ووقفوا 2 عالين الاقدام قالوا على العموم احنا اللي عايبين
اللاعبين. اهو المولى يحفظ عليني في حقك يا اخي احنا غلطانين، يا بطل حقك عليني، واللي عاوز تعمله فيني احنا دينا ضيوفك وسلمنا الامر لله وليك. قال مش عيب ضيفي يتهان، مش عيب مهما يكن عبته فيه، انما الضيف لا يهان. امال انتو ده منين الاصل قولوا لي منين؟ ما فيش عادة تجوب ولادي عم تبكوا بدمع العين، والاصل من اي وادي. اين بلدكم؟ بلدكم فين؟ قالوا له بلدنا احنا زعيم. قال نعم. قالوا له احنا من القوقاز، من مدينة اسمها القوقاز، عايشين في ذل وندامة، سبب ما جينا لك في انقاذ، قوم الحقنا يا سلام. يعني جيناك احنا الاتنين والدمع فوق الخدود، يا ابو زيد احنا مسلمين ولكن ملكنا يهود. قال ايه؟ ايه هتقولوا؟ قالوا له احنا اسلام حق الاسلام، والدين يصعب على كل واحد مسلم. فزي ما تقول المعلم اللي ساكن المدينة اللي وضع اليد علينا واحد يهودي، عايشين زللاء عنده، بناتنا تخدم بناته، اولادنا تخدم اولادهم، نسواننا تخدم نسوانهم، احنا بنخدم رجالهم. فزي ما تقول صعب علينا الدين. طب والله يا ابو زيد هنصلوا في بيوتنا، هنصلوا في بيوتنا. فاحنا صعب علينا الدين بتاعنا وهربنا من المدينة بالليل وقلنا ما حد ينفع فيها الا ابو زيد، وجيناك ناخدوه، يا تقتله ونبقوا احنا اصحاب المدينة، يا ما لقيتش عاد اللي معاها عاد يا زعيم جيبنا عندك في ارض الحجاز هنا واسلام تخدم اسلام. لا والله اتضايق ابو زيد، وابو زيد بقى قبل سابق مبهدل اليهود. قال كله ده حاصل؟ قال اه كله حاصل. قال واسمه مين ابن النجس ده؟ اين اسمه؟ اسم اللي جابه واسم جده. قالوا له اسمه اليهود قمقام ابن شاه ابن سمعان. قال عال يا قمقام، قمقمت عندنا خالص لما انت تحكم على الاسلام. فزعل ابو زيد وقال ليه العاشق يصلي عليه. حكمت الايام انام الليل ابو قلبي خلع وللهموم ما ينام. ابو حماد دنيا وطيه، دنيا وطيه تشبه
عاشق وحدها فيا تجيله بالاحضان. لها ميلة هي. لما تولي كفى الله منها تشيب الانسان. اوعى تلون على المبلي تبتلي ببلاء، ولا تلوم على الأعمى تبتلي بعمى. لازم يصيبك هلبة يصيبك كما أتى من قلة المحنة. وقعني على الجفا صلوا بينا على حبيبي ابن عبد الله. من عطال وحدة جميلة زي الذهب، وفي من عطال وحدة غشيمة قليل تادة. كل واحد نصيب. فيه العطال الجميلة شبيهة الذهب، وفيه العطال الجباني وقليلة أدب. زوج الأصيلة يعني الجميلة لمن يأتي من الخلا يلقى غزل في البيت نعسان، يقول لي هزقيني يا حلوة أنا عطشان، تجيب له القنانين وزمزمة وتقفلوا على الأقدام. أوامات يا زعيم دي الأصيلة دي، هذه اللي فلوسه ما تضيعتش دي. يا تعسيتو يا تعسيتو يا شقاوتو يا متندم على جوز العفشة لما اني آتي من الخلق. يا ولدي يلقاها نايمة فوق بالباب كحتة ونايم، يلقاها نايمة فوق بالباب، يقول لي هزقيني يا حلوة الأحباب، تبحلق له بعينها وفي وشه ترد الباب. بعد مدح يصلى بينا على النبي، اصغى قولي يا أولي الألباب. قال يعني انتوا ما لقينيش الله انا تودوني لليهودي لكفاكم الزناتي خليفه، لنفع معاكم ابو سعده الزناتي خليفه، ولا حنظل العقيل
ولا زيد العجاجي ولا بني يعني بس ما لقيتونيش اللاني. قالوا والله كلها فاهمينها الناس دي احنا، بس قلنا الا ابو زيد اللي هو يزد فيها. وعاد الطلب بيجي عندك انت يا ابو زيد وانت فاهم الدين غالي. قال طيب انتوا خدتوا واجبكم؟ قالوا خدنا واجبني. قال طيب انتوا اتكلوا على الله والمولى يحفظ عليكم، واللي ليه ذنب هيلقاه، وانا ان شاء الله يومين او 3 اعد واجيكم. مع السلامه. قال ليها ابو زيد وهو طالع أمن أخف البكا يا عين، أمن أخف البكا يا عين، بلتيني مع الناس دول. خف البكا يا عين بلتيني مع الناس دول. انا دمع عيني سال وانا بحادي في الناس دول. اجي انواع العمار يا جد تعب من الناس دول. أمن الدنيا ليه سايب الأصيل وعطي الجبان عدله. ليه يا دنيا؟ أمن ليه يا دنيا ليه سايب الأصيل وعطي الجبان عدله. كان هو أبدأ بيكي يتم صفاه ويشوف يا عين عدلك عطياله قفا ليه. امال فين فين عدل؟ تريكي وطيه ما ينفع الغشيم عدلك. عاملني جبان وانا عالبلا قادر اسألك يا الله يلي عالعباد قادر. فيه مولى قادر يخلصني من الناس دول.
بعد المديح اصلي على كحيل العين. نزلك مدامع عيوني حلف سلامة تاني ما تنام يا عين. حقاش امشي طلب اللي جوني يا ده قمصاني هاي يا ابن نجاح. قال له نعم. قال له هات السلاح وهات الكحيل وادعي لي. قال لي ده امال ايه فيه؟ ايه فيه مال؟ قال له اليوم قاصد اعدي اهو الدمع فوق الخدود وطول اجل ما خلقت وعدي يا يومي يا يوم اليهود لازم انا اتقابل معاه وطوب الهنا يا شقيقو. يا قتلنا يا احنا قتلنا ولازم يحصل شقيقو. قال له مين في الجماعة؟ مين في اليهود؟ قال له الواد اليهود النجس ابن الكلب ده اللي اسمه قمقام ده لازم انا اموته. قال مفيش حاجة اسمها يهود عندنا. لازم يموت قمقام همه أدادي وحادي ومش عيب يحكم على اسلام ويبقى عشان الحدادي. دنا 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 قال له يعني هتعدي وحديك يا ابو زيد؟ قال له نعم. قال له يعني انت هتعدي وحديك؟ اقعد واحفظ مقامك اخاف المنية تجي فيك. مين اللي هيقتل بكانا يا اخوي؟ واحدة تعدى على كذا الف يهودي. امال ايه انت؟ قال له امال عاوز تعمل ايه يا قمصان؟ قال له لازم انا الف في النجع يا زعيمي عايق في جيلك كل ما القعد واحد سبع لازم يا سيدي يجيلك. ده انا لازم الف على المدينة كلها وادق طبلي وكل اللي قابلني اقول له سلح وقابل ابو زيد. قال له الحديد ده ما ينفعش يا قمصان. قال له امال عاوز ايه بس؟ قال له كنت خايف علي. من ده خايف علي؟ اذا كنت خايف علي من الزن اطبق 3
اهو المولى يحفظ عليا اكفياني اسد ثلاثة. انا عاوز 3 ابطال، عاوز 3 ابطال اقول كلمتي يسمعوني ما فيهمش ولا حد خمال ساعة البلا ينفعوني. قال له ان شاء الله ال3 دول مين اللي عاوز يتعدي بيهم على اليهود؟ ايه ال3 دول يعني مين ومين ومين يا ابو زيد؟ قال له الاولى تنده دياب، لا ده ابو شنب ده يا عبد. الاولى تنده دياب عامل 7 وسط القبيل، انا وهو يا عبدي اصحاب، ندم لي ابو شنب طويل. الاول اتندم لي الواد ابو شنب اللي اسمه دياب، طبعا ده نسيبي واخد اختي وانا واخد اخته. قال له كويس ادي اول واحد. قال له يا ولد وتجيب لي زيدان، بعد دياب تنده لي زيدان، اهو المولى يلطف بحالي، ده اصيل وطالع ده زيان، طالع ده زي انا ساعة البلا يقول يا خالي اقول لك تالتهم دي تيمين، اقول لك تالتهم دي تيمين. اصغى لمعنى الحكاية احنا عالبلا مستعدين، تالتهم ولد ضناي. تجيب لي دياب وتجيب لي زيدان وتجيب لي ولدي ابو الهيجات. ما ابو زيد معاه من الاولاد 5 فيهم ولد اسمه ابو الهيجات، من ساعة ما وضع وبقى على الدنيا يسمع بس ما يتكلمش، اتكلموا يزوم لك زوم. متى يقدموها ابو الهيجات دي؟ لما تكون عيطة عالمية، اول ما يطلع من قدام كل اللي مقابله واكله، ما مخليش حد قدامه. بس بعد كده يا قمصان لا تقول الحسن ابو علي، ولا اللي قابلتك الجاز تبلغها، ولا القاضي مش قد العدد ده، ولا قال له الكلام ده ما ينفعش. قال له امال ايه؟ قال له قبيله ومدينه مليانه يهود تقابلهم بدياب وزيدان وولده، ليه امال انتوا ايه؟ قال له امال بعدين؟ قال له اصله كل حاجه لها دليل. دياب كذا نوبه لما ما تحتم هيهملنا بحصانه في الجبل وطير. قال له كويس. قال له انا هدق الطبل والف على ال5 بدنات اللي في بني هلال، واللي عاوزك يجيلك وادعي لي. صلوا على النبي. قام العبد لما دق طبله ايوه العبد لما دق طبله ومن فتح بابا يا سيدي كل الفتوة اللي قابله سلح وقابل ده سيدي الا لف عن النجع كله تاج العاقب سلامي كل اللي قبله يقول له سلح وقابل سلام الا لف على ال5 بدنا ايوه لف
فعل 5 بدنات، له عقل والقلب جاحد، من ضمنهم ولد وبنات، ما خلف النجع واحد. طبعا جاب له ال5 بدنات اللي في المدينة كلها، وقدامهم حسن ابو علي ماشي من قدام الهلايل والزغابة والزحالين وبني جعفر وبني جليل، وماشي قدامهم حسن، ووصل الى ابو زيد. حسن ابو علي لما ماشي قدام، حسن ابو علي اللي ماشي قدام، وماشي وعقله في ديوانه دواوين، وبالعين لما بص قدام لقى ابو زيد قاعد في ديوانه، انما قاعد وزعلان ابو زيد. حسن قال يا جماعة، قالوا له نعم. قال ولد عم الغضب باين على عينيه، اوعى حد يضحك معاه الساعة دي، سيبونا شوفوا عاوزنا ليه وجايبنا ليه. وقف ابو علي وقال يا ولد عمي اين الطلب يا ابن عمي؟ اين الطلب يا ابن عمي؟ القعدة دي مش عاداتك، ساعة البلا يزيد همي، الناس جمع عندي جاتك. ابو زيد لما قام قوام القلب منه تعالي، نادم لما قال يا سلطان يا ابو علي ادخل تعالي. نزل ابو علي لما خش علي، نزل الملك، نزل ابو علي لما خش علي، والسيف مسكه في يمينه، تقدم وسلم لعلي. ابو علي جلس في يمينه، عندما جلسوا المحبين، عندما جلسوا المحبين، والقلب قاد اللهايد. ابو زيد عايقين بالعين، قال يا ابو علي في 7 غايب. قال له مين اللي غايب ده؟ ان شاء الله ابو زيد. قال له امال الواد ابو شنب ده ما علوش في القعده يعني. امال قول لي الزغابي فين؟ وحياة طه حبيبي انا ببص شمال ويمين، امال يا حسن فين نسيبي اصلي على النبي؟